السلام عليكم طلبة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جيت لكم يا ابطال النهارده باول درس في التاريخ اللي بعنوان ثورة 23 يوليو 1952. ان شاء الله يا حبايب قلبي في الدرس ده هنتكلم عن اسباب الثورة واحداث الثورة واهدافها وكمان الانجازات بتاعت الثورة. كل اللي عليك يا بطل ان تنزل بسرعة تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي شرح جديد. اخوك مستر نور، يلا بينا. بص يا حبيب قلبي، احنا في الدرس ده هنتكلم عن ثورة 23 يوليو 1952. وقبل ما اخش في احداث الثورة واسباب الثورة وقصة الثورة دي كلها، لازم أنا اقول لك المؤرخين والناس اللي بتكتب التاريخ والكتاب اللي بيكتبوا في الصحف وفي كل حاجة لما جم يتكلموا عن الثورة دي قالوا ايه؟ بس لاحظت ان هم انقسموا الى جزئين. جزء كان عنده رأي وجزء تاني عنده رأي تاني خالص. فتعالى نعرف مع بعض ايه هم الرأيين. قال لي اول رأي كان بيقول ايه؟ بيقول ان الثورة دي اكتسبت أهمية كبيرة لأنها أثرت على الحركات التحريرية في المنطقة العربية وفي العالم. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي يعني الثورة دي بقت مهمة وسمعت في العالم وعملت ضجة جامدة. ليه؟ لأن هي خلت كل الدول اللي مستعمرة زي مصر من انجلترا أو من أي دولة تانية إن هي تطالب باستقلالها، إن هي تبقى عايزة تتحرر. فده خلى الثورة مهمة جدا لأنها أثرت على الحركات التحريرية في المنطقة العربية والعالم. ومش بس كده، مش بس أثرت وخلت الدول تعمل زيها، دي كمان مصر ساعدت في تشكيل حركتين مهمين جدا في الفترة دي، خلت الدول اللي عندها مستعمرة أو محتلة تنضم ليها، زي حركة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي. يبقى ده الرأي الأول. طب الرأي الثاني قال لي أنا شايف إن الثورة دي هي استكمال أو هي طريق مكمل لنضال طويل استمر من أيام الثورة العربية، وكمل بعد كده في مصطفى كامل وسعد زغلول ومحمد فريد، إلى أن قامت ثورة 23 يوليو اللي انتهت من الاحتلال البريطاني. يبقى أول رأي شايف إن الثورة مهمة عشان أثرت على الحركات التحريرية في المنطقة العربية وفي العالم، وعملت لي حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. أما الرأي الثاني شايف إن الثورة دي استكمال لنضال طويل مستمر بدأ منذ الثورة العربية ومصطفى كامل ومحمد فريد وثورة 19 إلى أن قامت ثورة 23 يوليو اللي خلصتني من الاحتلال البريطاني. هو ده اللي هو قاله لي. قال لي أهو تكتسب أهمية كبيرة لما تركته من أثر على أغلب الحركات التحريرية في المنطقة العربية وفي العالم. ومش بس كده، دي كمان أسهموا القادة بتوعها في تأسيس حركتين دوليتين، على سبيل المثال حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. ده الرأي الأول، اوعى تنسى. أما الرأي الثاني بيقول لي ان شايف ان الثوره دي ما بداتش لما تنظيم الضباط الاحرار. هم مين تنظيم الضباط الاحرار؟ قال لي دول مجموعه من الضباط اللي نظموا صفوفهم في سريه تامه، وكان قائدهم جمال عبد الناصر هو اللي جمعهم وقال لهم يلا يا رجاله احنا لازم نعمل ثوره ونخلص من الاستعمار. فقال لي هو شايف ان الراي ده بيقول ان الثوره لم تبدا عندما تاسس تنظيم الضباط الاحرار، ولكن بدأت منذ الثورة العربية وثورة 19 حتى قيام ثورة 23 يوليو. طب عرفنا مين هم ضباط الأحرار؟ قال لي هم مجموعة من ضباط الجيش المصري اللي عملوا إيه؟ اللي نظموا صفوفهم ورتبوا نفسهم تمهيدا للثورة في سرية تامة. وكان الهدف إيه؟ القيام بثورة للقضاء على إيه؟ على الفساد وعلى النظام الفاسد وعلى الاحتلال البريطاني واستقلال مصر من الاحتلال البريطاني. يبقى احنا عرفنا الرأيين بتوع الثورة او المؤرخين قالوا ايه على الثورة دي، وعرفنا تنظيم الضباط الاحرار مين اللي كونه. كان جمال عبد الناصر، مجموعة من الضباط اللي نظموا صفوفهم في سرية تامة، كانوا عاملين ثورة للقضاء على الفساد واستقلال مصر من الاحتلال البريطاني. تعال بقى نتكلم يا حبيب قلبي عن اسباب الثوره. فطبيعي ان اي شخص عايز ينضم للثوره هيروح يسال الناس اللي عاملين الثوره دول انتوا عاملين ثوره ليه؟ فيقولوا له والله احنا عندنا اسبابنا اللي خلتنا نعمل ثوره. طب كم سبب للثوره؟ قال لي 6 اسباب. 6 اسباب. ايه هم؟ تعالى اقولهم لك. تعالى يا حبيب قلبي اقول لك اسباب الثوره. عندي 6 اسباب. رقم 1 استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر، وده ناتج ان معاهده 36 ما ادتنيش الاستقلال الحقيقي. والدليل على كده حادثه 4 فبراير لما دخلت القوات البريطانيه حصرت اسرى عابدين عشان تجبر الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس. يبقى لسه بريطانيا متحكمه في مصر. رقم 2 هزيمه الجيش في حرب فلسطين، ان الجيش دخل حرب فلسطين عشان ننصر اخواتنا الفلسطينيين في حربهم مع اسرائيل، ولكن اكتشفنا ان امريكا وبريطانيا كانوا بيدعموا اسرائيل، وده ادى الى هزيمه الجيوش العربيه والجيش المصري.
رقم 3 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ما عنديش نظام ديمقراطي، ما عنديش مجالس شورية، ما عنديش مجالس نواب. حتى الأحزاب اللي المفروض تكون مصلحتها من مصلحة الشعب كانت أداة للقصر الملكي ولبريطانيا لتحقيق مصالحهم. رقم 4 ما عنديش حياة ديمقراطية سليمة وما عنديش نظام ملكي. قال لي رقم 4 مفيش فساد النظام الملكي، وده بسبب استبداد الملك فاروق بالحكم، ان هو كان راجل ظالم وكان فيه رشاوي منتشرة. رقم 5 سوء الاحوال الاقتصادية، وده ناتج عن الحرب اللي مصر دخلتها في الحرب العالمية الثانية مساعدة لبريطانيا، وده خلى مصر ميدان للحرب واستنزاف مواردها. رقم 6 عدم وجود عدالة اجتماعية. مفيش عدالة اجتماعية ومفيش مساواة بين الناس، وفي فقر وفي جهل. فتعال نعرف الأسباب بالتفصيل، ركز معايا. يبقى حبيب قلبي احنا قلنا أسباب الثورة 6 أسباب: استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر، هزيمة مصر في حرب فلسطين 1948، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، فساد النظام الملكي، عدم وجود عدالة اجتماعية، سوء الأحوال الاقتصادية. طب تعالى حبيب قلبي نبص بقى كده بالتفصيل. قال لي استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر، حيث ان معاهدة 36 اللي عملها مصطفى النحاس مع بريطانيا ما ادتنيش الاستقلال الحقيقي. هتقول لي يا مستر دلل، ايه دليلك على الكلام ده؟ اعرف منين ان انت صح ولا غلط؟ هقول لك: حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني في حصار قصر عابدين في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. وده دليل ان لسه بريطانيا بتفرض رأيها وبتتدخل في شؤون مصر، وده أول سبب. رقم 2 هزيمة الجيوش المصرية والعربية في حرب فلسطين سنة 1948، وده نتج عن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللي هي المفروض مستعمرة مصر لإسرائيل. قال لي كمان إن كان الجيش المصري داخل الحرب دي وهو مش مستعد، ما عندوش الكفاءة إن هو ينتصر، يبقى عدم استعداد الجيش المصري للحرب. رقم 3 فساد النظام الملكي، وقلت لك ان الملك فاروق كان راجل مستبد، يبقى استبداد الملك فاروق بالحكم. كمان انتشار الرشاوي زي ما حصل في صفقة الأسلحة الفاسدة، صفقة أسلحة جبناها كانت فاسدة، كان الجندي يجي يضرب بالطلقة كده الطلقة تطلع العكس تقتله، يبقى فساد النظام الملكي. رقم 4 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ليه؟ لأن كانت مصر بتخضع للاحتلال البريطاني، وقلت لك إن كان الفساد النظام الملكي برضو كان مساعد على كده، وفساد الأحزاب، وده أدى كان في بينهم صراع للوصول إلى إيه؟ للحكم. وطبعا ده كل ده أهمل الحياة الديمقراطية في مصر. يبقى رقم 4 عدم وجود حياة ديمقراطية في مصر. طب رقم 5 قال لي تدهور الأحوال الاقتصادية، وده نتج عن معاهدة 36 اللي عملناها مع بريطانيا قبل الحرب العالمية، وده اللي خلى مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى لاستنزاف مواردها لخدمة بريطانيا وحلفائها. كمان إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة أفراد الشعب. يبقى أنا عرفت إن أنا الأحوال الاقتصادية باظت عني عشان مصر دخلت حرب العالمية الثانية، فده خلى استنزاف مواردها لصالح بريطانيا وحلفائها، أرهق الاقتصاد المصري، زود من معاناة الشعب. رقم 6 في العناصر وآخر واحدة هي سوء الأحوال الاجتماعية، وإن أنا ما كانش عندي عدالة اجتماعية ولا أحوال اجتماعية كويسة، كان في صراع بين الأحزاب، وده اللي أدى إلى إن ما كانش في سياسة واضحة، ما كانش عندي نظام واضح، حيث ظهرت ظاهرة الإقطاع، ودي اللي خلت فئة صغيرة من الشعب معاها فلوس وبتملك أراضي بتستبد فئة أكبر. يبقى قال لي ظهرت ظاهرة الإقطاع في سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، مما جعل فئة صغيرة تملك تستبد فئة أكبر. يبقى عرفت ده أدى لظهور الفقر والجهل والمرض. يبقى 6 عناصر اوعى تنساهم. ايه هم؟ هقولهم لك اخر مره: استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر، هزيمه الجيش في حرب فلسطين، عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه، فساد النظام الملكي، سوء الاحوال الاقتصاديه، سوء الاحوال الاجتماعيه. تعال بقى اكلمك يا حبيب قلبي عن اهداف الثوره. فطبيعي ان كل ثوره ليها اهداف. قال لي ايه هي اهداف الثوره؟ قال لي يا باشا اهداف الثوره 3 قضاء 3 اقامه. هقضي على 3 حاجات وهعمل إقامة ل3 حاجات مش موجودين. قلت له طب يلا بينا. قال لي القضاء على الاستعمار وأعوانه، هقضي على بريطانيا وأي حد بيساعد على استمرار دخول بريطانيا في مصر. هقضي على الإقطاع،
هقضي على الاحتكار وسيطرة رأس المال. يبقى 3 قضاء 3 إقامة، 3 قضاء 3 إقامة. القضاء الاستعمار وأعوانه والاحتكار وسيطرة رأس المال وكمان الإقطاع. يبقى 3 حاجات. هعمل إقامة لإيه؟ إيه الحاجة اللي مش عندي وهعملها؟ قال لي هعمل جيش وطني قوي عشان أقدر أدافع عن مصر وأقدر أدافع عن البلاد. هعمل عدالة اجتماعية، هخلي فيه مساواة وعدالة اجتماعية بين الناس. هعمل حياة ديمقراطية سليمة، هعمل حياة ديمقراطية سليمة. يبقى 3 قضاء 3 إقامة. قال لي طب تعالى بقى أكلمك عن أحداث الثورة. تعالى يا حبيب قلبي اكلمك عن ايه؟ عن احداث الثوره. بص معايا، يلا بينا يا حبيب قلبي نتكلم عن احداث الثوره ومطالب الثوره، وبعد كده نخش ان شاء الله على الانجازات. ركز معايا. قال لي احداث الثوره اللي حصل ان في يوم 23 يوليو 1952 تحرك الضباط الاحرار، اللي طبعا كان القائد بتاعهم مين؟ جمال عبد الناصر. تحركوا لفين؟ سيطروا على المواقع المهمه في القاهره والاسكندريه. طلع اليوم ده في يوم 23 يوليو 1952 تحرك تنظيم الضباط الأحرار، كل واحد منهم خد فرقة وراح سيطر على المواقع المهمة في القاهرة واسكندرية. وأذيع البيان الأول للثورة. كان إمتى؟ قال لي كان في نفس اليوم بس في الساعة 7:30 أذيع بيان الأول للثورة من دار الإذاعة لا مسبيرو حاليا، من دار الإذاعة باسم اللواء محمد نجيب. مين محمد نجيب ده يا مستر؟ قال لي ده كان القائد العام للقوات المسلحة، كان وزير الدفاع أياميها. قال لي كان بصوت مين البيان اتذاع؟ قال لي بصوت شخصية قيادية مهمة جدا هي محمد أنور السادات. يبقى اللي ذاع البيان محمد أنور السادات. ذاعوا باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. قال لي واللي بموجب هذا البيان واللي الناس قاعدة بتسمع البيان ده دلوقتي، كانت مصر مسيطرة من على تحت أفراد الجيش. يعني أصبح اللواء محمد نجيب مسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري كله. فبالتالي هنا خلاص احنا سيطرنا واستعدينا. طب هنا بقى نيجي لمطالب الثورة. هنروح للملك فاروق نقول له بص يا عم فاروق تعالى احنا هنقول لك مطالبنا وانت حر، يا توافق يا ترفض. فتعالى نشوف هم قالوا له ايه. قالوا له بص انت لازم تغادر البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو. يعني احنا النهاردة لو 23 يوليو معاك ليوم 26 الساعة 6 المغرب مساء. لو فضلت موجود في البلاد انت حر. قال لي كمان هتتنازل عن العرش لابنك احمد فؤاد الثاني، واللي كان صغير وقتها، كان طفل لسه صغير. يبقى اول حاجه هيغادر البلاد قبل يوم ايه او اخر يوم ايه؟ يوم 26 يوليو الساعه 6 مساء. هيتنازل على عرش المين؟ لابنه احمد فؤاد الثاني. قال لي كمان هنا بقى الملك فاروق كان قدامه حل من الاثنين، يا يوافق يا يرفض. ولكن الملك فاروق وافق على المطالب وغادر البلاد كمان هو واسرته قبل الميعاد اللي هم محددينه. فاكيد في سبب. هو ليه الملك فاروق استسلم كده بسرعه ومشى؟ قال لي يا باشا الاسباب هنا لان هو ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالاضافه ان انجلترا اللي كانت بتساعده قالت له بره عني يابا، انت حر حلها مع الشعب بتاعك. يبقى اول حاجه ليه الملك فاروق غادر قبل ما يحصل او قبل الميعاد بتاعه؟ قال لي لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه مش عايزينه خلاص. قال لي كمان انجلترا اللي كانت بتساعده قالت له ايه؟ بره عني يابا انت حلها مع شعبك. وبالتالي قرر الملك فاروق ان هو يغادر قبل الميعاد المحدد له هو واسرته. تعالى بقى يا حبيب قلبي نخش على انجازات الثوره، وهتعرف ان انت عندك 4 انواع من الانجازات: انجازات سياسيه، انجازات اجتماعيه، انجازات اقتصاديه، وكمان انجازات على المجال العربي الدولي. يلا بينا نبص كده. بيقول لي ايه بقى يا حبيب قلبي؟ بيقول لي ان ثوره 23 يوليو دي نجحت في تحقيق بعض اهدافها. فتعالى نشوف هي عملت ايه. قال لي اولا انجازات مهمه في المجال السياسي. هنتكلم عن المجال السياسي. في 1952 تم الغاء دستور 23. يبقى اول حاجه لغينا دستور 23. في يناير سنه 1953 الغينا الاحزاب السياسيه. يبقى في 1952 في نفس سنه الثوره شلنا دستور 23. طب في يناير شهر 1 1953 عملنا ايه؟ الغاء الاحزاب السياسيه. طب يونيو 53 في نفس السنه قال لي الغاء الملكيه. لغينا حاجه اسمها النظام الملكي والملك،
واعلنا الجمهوريه وسمينا مصر جمهوريه مصر العربيه، وتعيين محمد نجيب اول رئيس لجمهوريه مصر ايه العربيه. يبقى اول حاجه الغاء دستور 23 في سنه 1952. تاني حاجة يناير 1953 حلينا الأحزاب السياسية. يونيو 1953 ألغينا الملكية وأعلنا الجمهورية، وتم تعيين محمد نجيب أو اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية. في أكتوبر 1954 رحنا بقى لبريطانيا وقلنا لها تعالي بقى احنا عايزين نوقع اتفاقية الجلاء، فوقعنا اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، واللي كان من ضمن نصوصها واتفقنا عليه يعني جلاء بريطانيا عن مصر خلال 20 شهر. قلنا لها والله بصي انت قدامك 20 شهر، بعد ال 20 شهر مش عايزين نلاقي جندي واحد منك هنا، فبالتالي وقعنا اتفاقية الجلاء في اكتوبر 1954. طب اما 18 يونيو 1956 تحديدا بعد ال 20 شهر يعني رحلت القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 سنة. يبقى احنا في 18 يونيو 1952 رحل اخر جندي عن مصر بعد احتلال قعدوا قد ايه عندنا 74 سنة، وده يصبح عيد الجلاء وطبعا كلنا بنحتفل بيه. اما يوليو 56 فعملنا تأميم لشركة قناة السويس البحرية، واصبحت من الوقت ده شركة مصرية بإدارة مصرية بتاعتنا يابا، خالصة مخلصة محدش يتحكم فيها، احنا حرين. يبقى قال لي في يوليو 1956 عملنا ايه؟ أممنا شركة قناة السويس البحرية جعلناها مصرية بإدارة مصرية. طب تعال نقول المجالات الانجازات في المجال السياسي بسرعة كده. قال لي اول حاجة الغاء دستور 23 في سنة 1952. يناير 53 حلينا الاحزاب السياسية. يونيو 53 الغينا الملكية واعلنا الجمهورية وعيننا محمد نجيب اول رئيس لمصر. بعد كده في اكتوبر 54 جبنا بريطانيا واتفقنا معاهم على اتفاقية الجلاء، وبعد 20 شهر عشان يوم 18 يونيو 1952 ترحل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 عام، وده يسمى عيد الجلاء. عشان نيجي في يوليو 1956 نعمل ايه؟ نأمم شركة قناة السويس ونجعلها مصرية بإدارة مصرية بتاعتنا يابا محدش ليه دخل فيها. طب تعالى بقى نخش على المجال الاجتماعي ونعرف عملنا ايه في المجال الاجتماعي. احنا قلنا من ضمن اهداف الثورة تحقيق عدالة اجتماعية، فتعالى نشوف الثورة حققت الكلام ده ولا لا. يلا بينا. قال لي بص الأول قضينا على الإقطاع. رقم واحد شلنا ظاهرة الإقطاع، شلنا نظام الإقطاع، مفيش حاجة اسمها إقطاع في الدولة. 2 جعلنا التعليم قبل الجامعي والجامعي بالمجان، جعلنا التعليم كله بالمجان عشان نجبر أو نفرض أو نخلي الشعب يبقى عنده إقبال على التعليم. 3 عملنا وحدات صحية وجمعيات زراعية للفلاحين. دخلنا على القرى والمناطق بقينا نعمل وحدات صحية، بقينا نعمل اسمه ايه ده جمعيات زراعية للفلاحين عشان خاطر تساعدهم في الزراعة. 4 حددنا ساعات العمل للعمال وتحديد نسبة لهم من الأرباح، بقينا نجيب العمال نحدد لهم وقت العمل ونقول لهم كمان كل ما تنتج أكتر وتبيع أكتر هيبقى ليك نسبة من الأرباح، فده هيساعد العمال إن هم يشتغلوا بكفاءة أعلى. قال لي إصدار قوانين التأمينات والمعاشات، عملنا قوانين للتأمينات والمعاشات عشان نضمن للعمال حياة أفضل بعد الشغل. قال لي كمان منح المرأة حق الترشح والانتخاب لمجلس الأمة. المرأة من حقها تعمل إيه؟ تنتخب وتترشح لمجلس الأمة. يبقى في المجال الاجتماعي عملنا 6 حاجات. رقم 1 القضاء على الإقطاع، مجانية التعليم، إنشاء وحدات صحية، وكمان جمعيات زراعية. كمان عملنا ايه في رقم 4 تحديد ساعات العمل وتحديد نسبة للعمال من الأرباح. عملنا قوانين التأمينات والمعاشات، كمان منح المرأة حق الترشح والانتخاب في مجلس الأمة. ده بالنسبة للمجال الاجتماعي. طب ما تيجي نخش على المجال الاقتصادي. قال لي وفي المجال الاقتصادي عملنا انجازات في الزراعه وفي الصناعه وفي التجاره. تعال اقولهم لك. قال لي في الزراعه عملنا التوسع في استصلاح الاراضي الصحراويه لزياده الاراضي الزراعيه. يبقى عملنا ايه؟ التوسع في استصلاح الاراضي الصحراويه لزياده الاراضي الزراعيه.
وهنا أنشأنا السد العالي وافتتحناه عام 1971. افتتحناه عام 1971، وده حمى مصر من الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. يبقى السد العالي ده عمل لنا ايه؟ حمى مصر من الفيضان، خزن لنا الميه، ولد لنا الكهرباء. طب في الصناعه، قال لي يا باشا في الصناعه واهتمت الثوره بالصناعه وقامت بالآتي: إنشاء العديد من المصانع الحديد والصلب بحلوان، اهتمت بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. قال لي كمان زودت مصنع الأسمدة بأسوان، اهتمت بالتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكريره. يبقى في الصناعة عملنا مصانع الحديد والصلب بحلوان، الأسمدة بأسوان، اهتمينا بالتعليم الصناعي والتدريب المهني، كمان نقبنا عن البترول وعملنا معامل لتكريره. أما في التجارة فعملنا إيه؟ قال لي اهتمت الثورة وقامت بفتح أسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات المصرية. فتحنا أسواق جديدة وخارجية لتسويق المنتجات إيه؟ المصرية. كمان عملنا تمصير للبنوك، تمصير يعني جعلها مصرية. قال لي وشركات التأمين والاستيراد والتصدير. طب ما تيجي نبص نراجع كده. قال لي يا باشا عملنا إنجازات هامة في المجال الاقتصادي، فاهتمت الثورة بالزراعة، عملت توسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الأراضي الزراعية. كمان أصدرت قانون الإصلاح الزراعي اللي حدد الأرض الزراعية بعدد فدادين قليل، وده زود من امتلاك الفلاحين لايه؟ للاراضي، كانوا 50 فدان. قال لي كمان التوسع في الاراضي الصحراويه، انشاء السد العالي اللي حمى مصر من الفيضان والجفاف وتخزين الميه وتوليد الكهرباء. اما في الصناعه عملنا مصانع حديد وصلب في حلوان، اسمده في اسوان، عملنا تدريب صناعي، عملنا تدريب مهني، تعليم صناعي، كمان اهتمينا بالتنقيب عن البترول وانشاء معامل لتكريره. اما في التجاره فتحنا اسواق خارجيه لتسويق المنتجات المصريه، عملنا تمصير للبنوك جعلناها مصريه باداره مصريه، وشركات التامين والاستيراد والتصدير. تعال بقى نخش على المجال العربي الدولي. الثوره دي مش بس عملت انجازات داخل مصر سواء في المجال السياسي او في المجال الاقتصادي او في الاجتماعي، لا دي كمان يا باشا عملت انجازات على المستوى العربي او على المستوى الدولي. عملت ايه؟ اولا ساندنا اخواتنا الفلسطينيين في اقامه دوله مستقله عاصمتها القدس الشريف. اول حاجه حاولنا نساعد اخواتنا في ان احنا نعمل ليهم دوله مستقله عاصمتها القدس الشريف. قال لي رقم 2، بدأنا نساند الدول العربية والإفريقية عشان تحصل على الاستقلال زينا يعني. قال لي زي السودان وكينيا والكويت وتونس والمغرب والجزائر والعراق واليمن. رقم 3، عملنا أول تجربة للوحدة العربية بين مصر وسوريا. كمان رقم 4، كسرنا احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. غيرنا احتكار السلاح العالمي وعقدنا صفقة اسمها الأسلحة الشرقية. رقم 5، تشكيل حركات زي عدم الانحياز والحياد الإيجابي اللي ظهر دور مصر الريادي، اللي مصر كان هنا دورها واضح وفعال في الحركتين دول. قال لي كان مع مين؟ مع الهند ويوغوسلافيا في مؤتمر باندوانج باندونيسيا 1955. يبقى في المجال العربي الدولي ساندنا الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة عاصمتها القدس. رقم 2، ساندنا بعض الدول العربية والإفريقية للحصول على الاستقلال، عندك السودان وكينيا والكويت واليمن وكمان الجزائر والعراق وتونس والمغرب. قال لي كمان رقم 3، عملنا أول تجربة للوحدة العربية بين مصر وسوريا. قال لي رقم 4، كسرنا احتكار الأسلحة بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. رقم 5، عملنا حركات أو زي تشكيل حركات مهمة زي حركة عدم الانحياز اللي كان ظاهر دور مصر الريادي والفعال مع الهند ويوغوسلافيا في مؤتمر باندوانج باندونيسيا. وبكده حبيب قلبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. أتمنى تكون فهمت الدرس بشكل مبسط وبسيط وسهل. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان ما يفوتكش أي شرح، وتفعل زر الجرس وتخبط اللايك المتين وتقول لي رأيك في الكومنتات، واشوفك في فيديو جديد. سلام.